يتمتع بالرجاء كما يتمتع بالخوف. يعني لما يشعر بالخوف من ربي كتجيه الراحة، ولما يشعر بالأنس بالله كتجيه الراحة، فهو في سعادة دائمة. ولذلك كما في الحديث الصحيح المشهور المتداول: عجبت لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شي حاجة مزيانة جاته شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شي حاجة ضرته صبر فكان خيرا له. وللصبر لذة رغم مرارته، للصبر لذة كما للشكر. الدين ديالنا شيء عجيب جدا، يعطيك الله من السكينة والطمأنينة والفرح بالله، يعطيك من ذلك على الخوف من الله ما يعطيك على الرجاء في الله، وهذا لا يوجد في دين آخر، ولا يوجد في طبيعة البشرية أصلا. لأن الإنسان من اللي يجيه الخوف الطبيعي ماشي التعبدي، ماشي الخوف د العبادة، لا، الخوف من الأشياء. تخاف من بنادم يأذيك، تخاف من الشيطان، تخاف من الجن، تخاف من الخرافة، تخاف من الحية، ما كتشعرش بالراحة أبدا. صافي يجيك الاضطراب النفسي وتجيك الأمراض العصابية والذهنية وتخسر في مخك وفي قادتك، وربما تحتاج ديك الساعة